تقريبا من 5 سنين. معظم اللي معانا مبتدئين، فخلينا نحكي كده من الأول خالص إيه الديجيتال ماركتينج دوت وإيه الهدف منه وظهر إزاي. هنحكي كده حدوتة صغيرة. طبعا كلنا عارفين الجرايد، الصحافة، جريدة الجمهورية، أيا يكن. الأول الناس دي كانت بتعمل الجورنال، بعد كده بيجي الناس تاخد النسخ بتاعتها وتبدأ الناس تشتريها ونقلب فيها بقى. عندنا جورنال الوسيط، عندنا جورنال الجمهورية، أيا يكن نوع الجورنال. آه فمع تطور التكنولوجيا ابتدى الموضوع يبقى مرهق، عايزين نوصل لناس أكتر، عايزين طريقة أحسن نعرف نحقق بيها مبيعات كشركات تجارية. فمن هنا ظهر مصطلح الديجيتال ماركتنج. لو خدنا المثال دوت وبدأنا نفصصه كده واحدة واحدة، احنا عندنا الجورنال بيتكون من مقالات بيشتغل فيه صحفيين، وعندنا المصورين، وعندنا الديزاينرز. الراجل اللي بيجي ياخد الجورنال الصبح علشان يوزعه ده، وحضرتك لما بتروح تشتريه من الكشك او من حد اللي بيبيع الجرايد، حضرتك المستهلك. طيب، عيوب الموضوع ده كانت ايه؟ كانت ان احنا مهما عملنا حجم الانتشار بتاعنا محدود، متحدد، مربوط بالعنصر البشري. مش هقدر اوصل لناس كتير. الشركات ما بتستفدش بشكل كبير من الدعاية اللي بتتعمل دي، ووقتها كان التكلفة بتاعت الإعلان في الجرايد كبيرة جدا، فكنا عايزين نحسن الموضوع ده. في حد رافع ايده؟ اتفضل. محمد اتفضل. طيب خلينا علشان وقت الميتنج هخلص، واخر ربع ساعة او تلت ساعة اعلي الصوت كده احسن. طيب تمام، خلينا نخلص واخر تلت ساعة نستقبل الاسئلة. هو كله بيقول لي تمام يا محمد، مش عارف المشكلة عندك، ممكن انت تعلي الصوت شوية من عندك، بس كله بيقول لي الصوت واضح. تمام. زي ما قلنا الموضوع ده كان مكلف جدا للشركات، ولازم نلاقي طريقة نوسع بيها دايرة الانتشار بتاعتنا ونقلل منها العنصر البشري، والموضوع يبقى بأكتر دقة علشان نحقق مبيعات. من هنا ظهر الديجيتال ماركتنج. السوشيال ميديا ابتدت تنتشر والناس تتفاعل معاها، ومن هنا فكروا إن هم يدخلوا فيها موضوع الإعلانات علشان تحل محل الأسلوب الدعاية القديم. نستبدل الجرايد بتاعتنا، ويبقى كده حجم الانتشار بتاعنا كبير. دلوقتي احنا 8 مليار بني آدم، كلنا معانا موبايلات، اقدر اوصل لاي حد في اي حتة واعرض له المنتج بتاعي وكمان يشتري مني والحاجة توصل له، فده هيعلي معايا نسبة المبيعات. ده كده مثال بسيط يفهمنا ليه الديجيتال ماركتنج ده اتعمل، او ايه اللي خلانا نروح له. طيب، جوه المجال بقى عندنا تخصصات زي ما قلنا، نفس فكرة الجرايد. احنا عندنا صحفي بيكتب، عندنا مصور، عندنا رئيس تحرير. الوظائف دي لما اجي انقلها على الديجيتال هيبقى ليهم مسميات عامله ازاي؟ فكل بوزيشن
او كل منصب كان موجود بقى ليه ما يعادله في الديجيتال ماركتنج. عندنا في كونتنت كريتور، ده بيتعامل معاملة الصحفي، هو ده اللي بيكتب. عندنا المصور، عندنا المونتير، عندنا الميديا باير. كل المصطلحات دي احنا خدناها من السيستم القديم، عدلناها عشان تناسب السيستم الجديد. طب خلينا ندخل بقى في صميم الورشة. ايه دور الميديا باير وايه هو البرفورمانس ميديا باير؟ الميديا باير ده زي ما وضحنا على المثال القديم بتاعنا، ده الراجل اللي بياخد الجرايد يوزعها على المنطقة اللي هو مسؤول عنها، اللي بيجي يسيبها عند البيت، يسيبها عند عماره. ده كل دوره ان هو ياخد الجرايد دي يوزعها، ما يعرفش. الصوت تمام يا جماعة؟ تمام، ايوه الصوت. تمام. زي ما قلنا الميديا باير ده وظيفته ان هو يوزع الجرايد، ما يعرفش مين هيقراها، مين اللي هيشوف الاعلانات اللي جوه، هو عنده منطقة بيوزع فيها. طيب البرفورمانس ده هو المسؤول عن اللي قرا الجورنال وشاف اعلان وابتدى ان هو يتواصل مع الشركه او يتواصل مع المعلن علشان ياخد الخدمه بتاعته. كم واحد من اللي توزع عليهم الجرايد؟ بمعنى اصح مسؤول عن تحسين المبيعات بتاعت او قياس مدى قوه الاعلان اللي عملناه في الجورنال دوت، ووصل للشريحه اللي احنا عايزينها ولا لا، وبداوا يتواصلوا معانا ويعملوا مبيعات للشركه اللي هو شغال فيها او للمنتج اللي هو مسؤول عنه. نتكلم بقى ديجيتال شويه. دلوقتي الشركات بتدفع اكتر في اني بوزيشن من اللي احنا شرحناه؟ هل بيدفعوا للميديا باير دلوقتي ولا بيدفعوا للبرفورمانس؟ مصطلح البرفورمانس او الجوب تايتل دوت موجود من زمان بس في الخليج. الخلايجة ودول اوروبا ما بقوش بيدوروا على اللي بيوزع الجورنال، بقوا بيدوروا على اللي يحقق لنا مبيعات. فالبوزيشن ده لسه ظاهر عندنا في مصر من سنين بسيطة، يعني نتكلم في خلال مثلا سنتين أو 3 بكتير قوي، لكن هو موجود بره، بيدفع فيه أرقام. لأن البرفورمانس دوت هو مش دوره بيقتصر على إن هو يجيب العملاء المهتمة بس، لا، هو مسؤول عن من أول ما هنطلع الإعلان لحد ما العميل يشوفه ويجي يشتري الخدمة بتاعتنا، والخدمة أو المنتج دول يوصلوا له وحصل كمان فلوسها. فمفيش شركة أو مفيش صاحب مشروع فاتح علشان يخسر فلوس. هو بالنسبة له أنا فاتح مشروع عايز اللي يجي يستلمه أو يشتغل فيه يبقى ليه دور مؤثر، وبيدوروا علشان يحولوا لمكنة فلوس. فمن هنا ابتدت الشركات تدور على البوزيشن ده. احنا محتاجين بيرفورمانس، والبرفورمانس ده تحته وظائف، في بيرفورمانس مانجر، في بيرفورمانس ماركتير، في ميديا باير، تحتيه تخصصات كتير قوي. فاللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو performance media buying. ازاي تقيس اداء اعلانات الشركه اللي انت شغال معاها او البروجكت بتاعك وتعمل له فانل مظبوط من اول ما العميل يدخل لحد ما يخلص الفانل ده ويتمم البيعه بتاعته. دوره مسؤول عن الفانل ده، ايا يكن هو شغال على بروجكت عامل ازاي، شغال على سيرفيس، شغال على برودكت، شغال على ريل استيت، اي منتج هو شغال عليه، هو مسؤول ان هو يعمل رحله العميل من اول ما يشوف الاعلان لحد ما يتمم عمليه الشراء بتاعته.
فمن هنا نقدر نقول إن الشركات بقت بتدوّر على الposition ده، مش بتدوّر على الmedia buyer العادي، لإن هم خلاص ما بقوش محتاجين حد يوزّع. التكنولوجي اللي إحنا فيها دلوقتي والplatforms اللي موجودة سهّلت علينا موضوع التوزيع ده وأي حد يقدر يعمله. لكن هم بيدوّروا على اللي عنده الmentality إنه يدخل يفهم الbusiness عايز إيه، ويحط له track مضبوط، بحيث إن هو يترجم الكلام ده لمبيعات وفلوس. تمام كده؟ طيب. خلّينا ناخد مثال كده أو هنقول case study اشتغلنا عليها. مركز في العراق بتاع عيون، متخصص في عمليات الليزك. الهدف من إعلاناته إن الناس تيجي تعمل الكشف الطبي وتخش تعمل العملية. الfunnel ده علشان يتحقق بيمُر معايا ب4 مراحل. أول مرحلة أطلّع content مضبوط بيستهدف الtarget اللي أنا عايزه، أنا عايز الناس تعمل عمليات، فلازم أطلّع الcontent بتاعي بيوجّه الرسالة صريحة وواضحة لموضوع العمليات. يبدأ يدخل لي عليها عُملا، أسئلة. العُملا دي بتتفلتر معايا لنوعين، نوع مهتم ونوع مش مهتم. النوع المهتم ده هو اللي هيكمّل معايا الfunnel ويكمّل track العملية. النوع اللي مش مهتم اللي بيسأل على باقي خدمات المركز. مش معنى إن هو مش مهتم يعني هو ما عندوش مشكلة، لأ هو عنده مشكلة بس مش المشكلة اللي أنا شغّال عليها أو اللي أنا عايز أوجد لها الحل، اللي هي العملية. فزي ما قُلنا العُملا بتدخل بتتقسّم معايا لنوعين. النوع المهتم بيدخل بعد كده معايا الphase بتاعة الحجز، إن هو يحجز ميعاد علشان ييجي المركز يكشف. الphase التالتة وهي إنه بعد ما حجز إنه يروح في الميعاد ده، وبعد ما يروح يتوقّع عليه الكشف الطبّي ويطلع تقرير طبّي من الدكتور المعالج يقول إن هو مؤهَّل إنه يعمل العملية دي، وبعد كده يدخل يعمل العملية. كده أنا الfunnel بتاعي كِمِل، من أول ما دخل لي العميل لحد ما عمل العملية. في النُص كل مرحلة من المراحل دي بيبقى ليها نسبة. بمعنى أنا دلوقتي دخل لي 1000 واحد من الcampaign بتاعتي، ال1000 دول طلع منهم 300 هيكمّلوا معايا الtrack. ال300 دول دخلوا على المرحلة اللي بعدها بقوا مثلًا 200 وال200 بقوا 50 وهكذا، لحد ما أوصل لآخر الfunnel اللي هو العملية، يبقى معايا كام واحد عمل العملية بتاعته. النسب دي هو اللي بيشتغل عليها الperformance، إنه لازم يعلّيها. مرحلة إن العميل حجز وما راحش لو بتمثّل 10% فهو محتاج يرفعها ل30 و40%. ومرحلة إن هو راح واتطبّق عليه الكشف وبقى مؤهَّل للعملية، فاتحط معايا في بند المؤهَّل، محتاج إن أنا أشتغل عليها علشان أرفعه لو هو 20% أخلّيه 50 و70%. طيب الكلام ده بيتم إزاي؟ بيتم من خلال إن أنا كل phase بيُقف عندها العميل لازم أفكّر أشتغل عليها إزاي علشان أزوّده. بمعنى اللي وصل لمرحلة العملية ممكن العائق بالنسبة له يبقى السعر، فمحتاج إن أنا أعمل له offer معيّن أو خصم معيّن علشان ييجي ويعمل العملية. طيب اللي حجز وما راحش، فمحتاج إن أنا أتواصل معاه وأعرف مشكلته إيه. هل هو المكان بعيد عليه؟ هل الميعاد مش مناسب فمحتاج إن أنا أغيّره؟ طب الناس اللي مش مؤهلة أصلًا ودخلت لي، هل دول أنا بارميهم؟ لأ مش بارميهم. دول طالما مهتمين باخد الcase بتاعتهم، اللي بيسأل على حالة ليه هو، بيسأل على حد قرايبه، حد صاحبه. الناس دي بتتحط في file وبابدأ أشتغل عليهم مش إعلان، بابدأ أبعت لهم رسايل إن أنا باتواصل معاكم بخصوص خدمات المركز بشكل عام،
وان انا اديله عروض على العمليات بحيث ان هو يبقى الورد اوف ماوس بتاعي هو اللي بيسوق لي. انا كده كده صرفت عليه فلوس ودخل. فلو انا بشتغل بالسيستم ده فانا ضامن بنسبه من 90 ل 95% نجاح الفانل بتاعي، ان انا اقدر ان انا اجروس واقدر احقق فيه سكيلينج وازود المبيعات فيه. طيب المشكله اللي بتواجه اي حد سواء ميديا باير او صاحب مشروع او اي حد في المجال ده بشكل عام، ان العميل ما يبقاش قادر يوصل البريف بتاعه صح للبرفورمانس، او ان الميديا باير ما يبقاش فاهم نوعيه الخدمه او البرودكت اللي هو شغال عليها. وعشان كده اهم حاجه انك تاخد بريف مظبوط، تعرف انت شغال على برودكت عامل ازاي والكلاينت هدفه ايه منه، واسهل واقرب طريقه توصل بيها للناس دي موجودين على انهي منصات. كل التفاصيل دي لازم تبقى انت لاممها في الاول، علشان لما تيجي تحط بلان هتشتغل عليها تبقى فاهم التارجت بتاعك كويس، فاهم انت شغال على ايه، قادر ان انت تعمل كونتنت بشكل مظبوط. وعلى فكره الكونتنت ده نقول 70 او 80%. ايه يا هايدي؟ معاك يا هايدي، توتي فين؟ حاضر. كده كده البرزنتيشن هنعرضها في الاخر ككلام، بس احنا دلوقتي يعني بنشرح بشكل مبسط. انا مش عايز الناس تتوه ما بين السكرين وما بين اللي انا بقوله. يبقى زي ما قلنا الكونتنت بيمثل ما كانش 80% هو المفتاح السحري. لو انا ما عرفتش اعمل كونتنت مظبوط يوصل للتارجت ده ويوصل لهم الرساله البيعيه بتاعتي، يبقى اي حاجه هبنيها بعد كده ملهاش اي معنى. لو الفنل بتاعي مش هيبقى مظبوط هخسر هدر كتير. الناس مش هتبقى فاهمه انا عايز اوصل لهم ايه، او انا ببيع ايه، او انا بتكلم في ايه اصلا. فعشان كده لازم اهتم بالكونتنت بنسبه كبيره جدا، لان مبني عليه بعد كده الفيجوال اللي هشتغل عليه، سواء ريل سواء ديزاين. هعمل يو جي سي، هصور مكان في الشارع. كونتنت هو اللي بيديني الدليل ده، ومن الكونتنت والديزاين اللي بيطلع الميديا باير بيفهم هو رايح لفين. هنعرض سكرين ما تقلقوش. طيب الهدف او اللي انا عايزك تتعلمه او تطلع بيه من الورشه دي، عايزك تعرف ازاي تفهم بيزنس اي براند انت شغال عليه، او انت لو صاحب مشروع عايزك تبقى فاهم ازاي تفهم ان انت تدي بريف صح بينك وبين نفسك. انا ببيع ايه، او انا عايز اوصل لايه، او الخدمه بتاعتي دي متوجهه لمين. ازاي احط لها اودينس مظبوط، الناس دي مكانها فين، موجودين انستجرام، موجودين فيسبوك، موجودين على تيك توك. ايه البلاتفورم التارجت بتاعي ده موجود فيها. ازاي اتست الكرييتيفز بتاعتي، يعني ازاي اطلع تيست واعرف الكونتنت بتاعي ده مظبوط، الكرييتيف ده شادد الناس ولا لا. وبعد التيست ازاي اقرا الداتا من التيست، ازاي اخد قرار بناء على التيست اللي طلع دوت
عن طريق الداتا ان انا احلل كل رقم فيها، وازاي بعد كده افكر في السكيلينج ان انا احسن او اعلي البادجت بتاعتي، سواء هسكيل هفتح في منطقه جديده او هزود البادجت بتاعتي علشان ال- ازود المبيعات. والاهم ان كل الكلام ده يبقى في فانل واضح انت اللي بتوجه العميل ليه. اي بزنس زي ما عندنا بزنس موديل، عندنا فانل للمبيعات فيه. انا محتاج من العميل من اول ما يدخل هو تايه، انا اللي بديله الخريطه اللي هيمشي عليها، انا اللي عايزه يدوس يبعت لي مسج، ولما يبعت لي مسج هيدخل في الفانل بتاعي ايه الستيب اللي بعد كده وايه الستيب اللي بعد كده، انت اللي بتحطها حسب احتياج البيزنس بتاعك. والعميل بيمشي فيها اجباري لانه هو داخل معهوش خريطه، انت اللي بتديها له. وكل مرحله من المراحل دي انت قاعد بتقيس ارقام، كام واحد دخلها وطلع منها، والمرحله اللي بعدها كام واحد كمل فيها، لحد ما تخلص الفانل بتاعك وتطلع البرسنتج بتاعتك. وتشوف بعد كده هو في كل مرحله ازاي اعلي الارقام دي، وتبدا تشتغل عليها علشان تعمل جروس او تعلي البروفيت بتاعك في المبيعات. طيب خلينا نفتح كده السكرين مع بعض. احنا كده كده الكلام النظري او اللي انا قلته ده يعني مش كلام سكريبتد، فلو كده هجمعه لكم وابعته لكم زي بريف كده على الشباب معايا هيبعتوه يعني. اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، خلينا نفتح السكرين نتفرج. السكرين واضحة يا شباب؟ اتفضلي يا استاذ عمرو. لو سمحت أنا مش شايفة السكرين. السكرين كده ظهرت قدامكم؟ نعم ظهرت كده، شكرا لحضرتك. العفو. خلينا ناخد مثال لبروجكت اوريدي موجود نطبق عليه الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دوت. البروجكت ده مزرعة في السعودية بتاعت مواشي. المزرعة في المنطقة الشرقية بتربي، وهي اللي بتذبح وبتجهز، وعندها كمان منافذ توزيع بتاعتها في المنطقة الشرقية. عندهم آه، انستجرام، وعندهم فيسبوك، وعندهم تيك توك، عندهم كل منصات التواصل، وعندهم الويب سايت اللي بيتم من عليه عملية الشراء. ودي مع تمارا وتابي في خدمات تخطيط عشان يسهلوا على العملاء ان هم يعني يشتروا. طيب اول حاجه، الناس دي عايزه تبيع للسعوديين، مش هنبيع لمغترب، مش هنبيع لحد من جنسيات مختلفه، احنا عايزين نبيع لاهل البلد. طيب بعد ما عملنا الدراسه للماركت هناك في السعوديه والمنافسين بتوعهم وكل الكلام دوت، لقينا ان افضل منصات
هي انستجرام وتيك توك وسناب شات كتواجد. طيب لما جينا نشتغل عليهم وطلعنا بالتيست بتاعنا، لقينا واحنا بنعمل التيست ان الناس مهتميه اكتر او بتحب نوعيه الفيديوهات اليو جي سي. هو ما بيحبش الديزاين، ما بيحب الصوره يتفرج عليها، لا هو بيحب يجرب الحاجه اللي غيره جربها. هو معروف انه اعلان، ومعروف ان في حد بيصور الكلام ده، بس نفسيا حد اشترى وموريني الحاجه قدامه، فانا شايف التغليف عامل ازاي، شايف المنتجات قدامي، شايف يعني كل حاجه على عيني. فنوعيه الكونتنت ده هو اللي احنا اشتغلنا عليه وركزنا عليه علشان نشد انتباه الناس ليه. طيب الكونتنت مش كتير. الشعب السعودي او العملاء اللي هم بيدوروا عليها مش من النوع اللي بتحب كلام كتير وتقرا كتير، فهم عايزين المختصر. فوجهنا الكونتنت بتاعنا او الكابشنز تبقى مكتوبه بشكل مختصر واضح، ما فيهوش كلام كتير. انا بعرض عن منتج او بوكس مثلا اسمه بوكس ثلاجه رمضان، تقدر تشتريه من خلال الويب سايت. الفيديو شارح لك كل حاجه، شايف المنتج قدامك وشايف التغليف بتاعه واليو جي سي شادد الناس ان هي تقعد وتتفرج على الفيديو للاخر. فكل التفاصيل اللي انا عايزك تعرفها موجوده في الفيديو، لكن ككلام انا مش هكتب لك كلام كتير. دي بدايه الفانل بتاعتي. بعد كده بدانا نوجهه للويب سايت، فابتدى الويب سايت عندنا البيكسل يقرا ايفنتاتنا، عندنا الناس اللي دخلت تتفرج، عندنا الناس اللي دخلت عملت اد تو كارت، عندنا الناس اللي وقفت عند طريقه الدفع ان هم يحطوا الفيزا بتاعتهم. كل ايفنت من الايفنتات اللي اتقرت معانا دي ده جزء من الفانل بتاعنا، بترجع تشتغل عليه. يعني الناس اللي دخلت اتفرجت وخرجت تاني، دول هشتغل عليهم ريتارجتنج بمنتجات اكتر، هم عايزين يشوفوا تنوع اكتر في المنتجات، فابتدي اشدهم بقطعيات وشكل كرييتيف مختلف ان هم يخشوا يكملوا معايا الفانل. طب الناس اللي دخلوا وعملوا اد تو كارت وخرجوا، هبتدي اتواصل معاهم، يعني هسحب الجمهور دوت وابدا ابعت له مسج ان انت عندك اوفر، لو اشتريت دلوقتي هتاخد خصم 15% او 10%، ايا يكن الاوفر اللي انا هقدمه، هشجعه يكمل عمليه الشراء. طيب الناس اللي اوريدي اشترت، هل دول خلاص خرجوا من الفانل بتاعي؟ لا، بعد ما بيشتري ببدا ان انا اتواصل معاه واخليه يعمل لي ريفيلر لحد تاني، واديله خصم على الطلبيه الجايه، او اديله جيفت من عندي. فهنرجع للسكرين كده. احنا دلوقتي عندنا الاستراكشر بتاعنا كان شغال، ادي حملات السيلز، البارش بتاعنا، وادي الفولورز. انا عايز الناس تخش وتتفرج على البراند وتبدا تدخل معايا الفانل، فابتديت اشدهم ان هم يخشوا يعملوا متابعه للاكونتس بتاعتهم. عايز الناس تتفرج وتتفاعل، فابتديت بما ان انا شغال على فيديوز، فانا محتاج تفاعل ومحتاج مشاهدات للفيديوهات دي، احقق الانتشار بتاعي في المنطقه اللي انا شغال عليها، واكمل او اقفلها بفنل الشراء. طيب هندخل كده نشوف البيكسل مع بعض.
هي السكرين بتحمل بس. تمام، السكرين ظاهرة كده صح؟ دي الايفنتس اللي البيكسل قاريها معانا. زي ما قلنا عندنا البيج فيو، عندنا الفيو كونتنت، انيشال تشيك اوت، اد تو كارت، والبارش، واي ايفنت تاني بيحصل على الويب سايت. طيب انا كبرفورمانس، او انا ك يعني عايز اعمل فانل للبيزنس ده. الفيزز بتاعتي اهي. بعد ما خلصت مرحله الكونتنت وطلعت اعلاني كميديا باينج مظبوط، جالي على الويب سايت بيج فيو. بيج فيو دي الناس ابتدت، الكونفرجن ريت بتاعي ابتدى يدخل لي ناس على الويب سايت تتفرج على الهوم بيج. طيب دول اتفرجوا عندي 20,000 واحد. فيو كونتنت ده اللي دخل على البرودكت اللي انا عايزه يشتريه، اللي انا عامل عليه الكامبين. بصوا هنا 7000 وكسر، 7600 واحد او حاجه في الرينج ده. طيب اللي شافوا وابتدوا ياخدوا الخطوه الاولانيه في الشراء، انيشال تشيك اوت 1100 واحد. طب اللي عملوا اد تو كارت 992. اللي اشتروا 284. لو جينا نحسب الارقام دي كنسب من اول ل 20,000، ده اللي بيمثل معايا ال 100%. شفتوا هنا النسب قلت ازاي؟ ده الفانل بتاعي، او ده الفانل بتاع البروجكت اللي انا شغال عليه، محتاج ارفع النسب دي. يعني هنا ال 100% بقت مثلا 30%. بعد كده الفيز اللي بعدها من ال 7000 دول دخل 1100 واحد، فبقى النسبة حوالي 20%. أنا بدي أرقام كده عشان أوصل الفكرة. طب ال 1100 بقوا 992، فمثلا بقوا 26%. اللي اشتروا حوالي 20% من ال 992. الأرقام أو النسب اللي احنا قلناها دي هو ده دور البرفورمانس. بناء عليها بياخد اكشن، بيدي الاستراكشرز بتاعته للميديا باينج، انت هتشتغل لي على ايه. بيدي للكونتنت النكست ستيب، انا محتاج منك ايه. ولو انا بتعامل معايا سيلز بيبيعوا مثلا عن طريق الشات او عن طريق الواتساب، او الداتا دي هبعت بيها رسائل على الواتساب، محتوى المسج هتبقى ايه. وده زي ما قلنا ده اللي الشركات بتدور عليه، لان الارقام دي هي فلوس البروجكت. احنا كده بنتكلم ان المشروع ده داير في تراك معين، التراك ده بيترجم لفلوس. مش مسؤول عنه الميديا باير لوحده، مش مسؤول عنه الكونتنت لوحده، ولا حتى السيلز. التلاتة دول نقدر نقول ان هم تحت اشراف البرفورمانس ده. بنسبة 95% من المشروع بيبقى معاه، وهو يعتبر اليد اليمنى لصاحب المشروع في اي قرار هياخده بناء على الريبورتات اللي هو بيطلعها دي. طيب هل الموضوع ده از بزنس بقى، لو حد حابب ان هو يتعلم علشان ينزل يشتغل في شركه او يدور على شغل هنا في مصر، طب هل هو منتشر؟ هو لحد دلوقتي مش منتشر في مصر بالشكل الكافي، بس الشركات بتبقى عايزاه. لو بتبصوا على الجروبات بتاعت الماركتينج اللي طالبين وظائف او اللي طالبين حد يشتغل،
هتلاقي معظم الاعلانات مش مفهومه. شركه طالبه حد يعمل اعلانات ويبقى مسؤول عن محتوى، ولو يعرف يرد على الناس. دي بيرفورمانس، بس هو ما عندوش البادجت انه يدفع تكلفه ده. انا لو جبت حد يعمل لي الاعلانات ويبقى مسؤول عن الكونتنت ويبقى مسؤول عن المبيعات، يرد على العملاء والكلام ده، انا كده بقول له تعالى اعمل لي فانل. طب الفانل ده انا كشركه هنا في مصر اقدر ادفع له كام قصاده؟ مبدئيا السالري بتاع البوزيشن ده بره مصر بيستارت معانا من 50 و70 الف جنيه في الشهر، حسب الكيس ستاديز بتاعتك وحسب المايند سيت بتاعتك هتفيد البروجكت وتخليه يدخل مبيعات عامله ازاي. والارقام اللي انا بقولها دي مش كبيره، لان انت لما بتشتغل على بروجكت، مثلا البروجكت بتاع المزرعه ده، احنا في خلال 10 ايام محققين مبيعات 120 الف ريال. ف 120 الف ريال لو انا هديك 7% منهم كتوتال مبيعات، ولو حتى هديك من الجروس بروفيت، لو انت ليك كي بي اي ان انت جاي تحقق لي جروس في البراند بتاعي، فانت هتاخد برسنتج من الجروس بروفيت بتاعك. فاحنا بنتكلم 7% من الجروس بروفيت على البروجكت ده بحوالي 20,000 جنيه على اللي احنا جبناه. يعني ال 120,000 دول اترجموا لك انت كبروفيت از بيرفورمانس 20,000 جنيه. فلما اقول لك ان هي بيدفع فيها ارقام، ما تتخضش من الرقم، لان انت اوريدي بتدخل له اضعاف اضعاف الرقم ده. والشطاره ان انت كل ما دماغك مركزه وكل ما انت قادر تدي للبروجكت اللي انت شغال فيه، هتوصل لارقام اكتر. عشان كده هنا في مصر السوق ما يستحملش البوزيشن ده دلوقتي، ان انت تروح تشتغل في شركه از بيرفورمانس، مش هتاخد السالري اللي انت متوقعه، وهو مش هيبقى عنده القدره ان هو يدفعها لك. انت بالنسبه له هتبقى اوفر كواليفايد. ولو جينا حسبناها ورقه وقلم، انا دلوقتي كنت ليه السيلز لوحدهم، غير ان هو محتاج منك فيجن او محتاج منك بلان تحقق مبيعات وتعلي البراند ده. فده بوزيشن خامس. الخمسه دول لو انت خدت الستارت بتاع كل بوزيشن فيهم، فانت بتتكلم كده فيكسد من اول 35,000. ده لو خدت الستارت اللي هو حد لسه جونيور في كل بوزيشن من البوزيشنز دي. ففين الشركات اللي في مصر او عددها قد ايه اللي تقدر تستحمل كوست موظف زي ده؟ تمام. طيب كده احنا اتكلمنا على الجزئيه بتاعت البرفورمانس والسيلز بتاعك او الفانل بتاعك بيبني ازاي. تعال نروح بقى، انت بتدرب السيلز اللي معاك ايه؟ هل انت لازم تبقى راجل شاطر في المبيعات او فاهم؟ لا، بس عندك تولز، الاي اي تولز تسهل عليك الموضوع ده. خلينا نيجي هنا، ده سيموليشن سيستم سيلز من تشات جي بي تي، المتدربين معانا بيتدربوا عليها. لو جينا بصينا هنا، ده اكونت بتاع حد من الشباب اللي بيتدرب، دخل ادينا له تفاصيل لتشات جي بي تي. احنا عندنا شنطه او عندنا بروجكت، البريف بتاعه 1 2 3. فابتدى ان هو يدينا سيميوليشن عن البروجكت ده، المنتج بتاعنا، تفاصيله، مميزات المنتج. وابتدى كمان يديني سيميوليشن للعملاء اللي هتشتري او العملاء اللي انا هحتك بيها. وبدانا ندخل في التدريب. بيديك سيناريو، السيناريو ده بناء على
التفاصيل اللي انت اديتها له للعميل تايب 1. فابتدى يفتح معاك شات زي شات الواتساب والماسنجر، والناس اللي بتشتغل سيلز او بتشتغل مودريتور هيبقى الجزء ده مهم جدا ليهم. دلوقتي العميل اهو باعت لك بيسألك بكام الشنطة، فانت بدأت ترد، ابتدى العميل يرد عليك وهكذا، وبتكمل الشات معاه لحد ما توصل لنقطتين. يا اما العميل انت ما اديتلوش الاقناع الكامل ان هو يشتري منك، وفي الحالة دي السيستم هنا هيديك كل الويكنس بوينتس بتاعتك وازاي تشتغل عليها ويدخلك في تدريب تاني. يا اما انت اوريدي بعت للعميل فيبدا يدخلك النكست ليفل ويجيب لك عميل اعلى شويه يصعب عليك الاقناع. طيب الهدف من السيميوليشن ده ايه؟ انك مهما كان المجال بتاعك او مهما كان المنتج اللي انت شغال عليه، فانت هتتدرب تقريبا على كل التايبس اللي ممكن تقابلهم في المجال بتاعك، وتتصرف ازاي في كل موقف هيقابلك، موقف الاعتراض، موقف ان العميل ما كملش الشات، اي موقف متخيل ان انت هتقابله في السيميوليشن ده، وهيبقى بالنسبه لك مش سوق، انت هتبقى اوريدي عديت بيه. فلما تيجي تحتك بالسوق الفعلي ويدخل لك الكيس دي، هيبقى بالنسبه لك مفيش خضه، لا انا عارف اتعامل معاه ازاي. تمام كده. الجزء بتاع السيلز دوت خلاص. حد عنده اسئله فيه؟ تمام. طيب خلينا برضو كده في الاخر نرجع للكامبين بتاعتنا. هنتفرج على شكل الكونتنت واوريكم شكل البوستز اللي اشتغلنا عليها علشان نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. ولو كده هخلي الشباب يبعتوا لكم لينك الاكونت تتفرجوا عليه براحتكم يعني، عشان لو الصوت بتاع الفيديو هنا مش ظاهر. طيب خلينا ندخل في الاداء. زي ما انتم شايفين من 1 ل9 دي تيست كامبين، هدفها ان انا اعرف انهي نوع من انواع المحتوى اللي انا شغال عليه شادد الناس بنسبة كبيرة. فاحنا كان عندنا 9 كرييتيفز. لو بصينا هنا، خلينا نفتح الريفيو بتاعنا. ده UGC بيتكلم عن البرودكت بشكل وبزوايا تصوير وانجلز مختلفة. لو واضح قدامكم هنا الكابشن، متهيألي مش هيبقى واضح هنا
افتحه من الكابشن بتاعنا اهو. هما كلمتين هوك بمناسبة رمضان. ادي البوكس اللي انا بسوقه او اللي انا المنتج اللي بشتغل عليه. حطيت السيلز بوينت بتاعتي، الجودة، مناسب للعزومات، بيوفر المجهود لان الحاجة بتروح فريش وجاهز للاستخدام. والسي تي ار بتاعي كابشن بسيط جدا، ما فيهوش رغي كتير، رسالتي واضحة، انا ببيع ايه وعايز العميل ياخد اكشن عامل ازاي، متوجه من السي تي ار بتاعي. انا اللي بقول له اضغط على الرابط واحجز دلوقتي. هنا بدأ يدخل معايا في الفن، داس على الرابط، تحول على الويب سايت، يبدأ يدخل معايا في قراءات البيكسل اللي احنا شفناها من شوية، يتحرك. هو مطلوب منه ان هو يدخل على المنتج، يشوف سعره، يبدأ ان هو يعمل الاد تو كارت بتاعته، وبعد كده يشتري. كل خطوة بياخدها في السايت متسجلة عندي في الايفنت. وزي ما قلنا التسعة دول لو فتحناهم واحد بالتاني هتلاقي نفس الكونسبت. برضو الكونتنت بتاعي واضح، ما فيهوش رغي كتير، نفس الفكره اللي اتكلمنا فيها. دلوقتي حطينا السعر لان معظم الناس كانت بتدخل تسال في الاستفسارات السعر كام، فقررنا نحط السعر ونتسب بيه. لو نزلنا هنا هنلاقي نفس الكرييتيف اللي شفناه قبلها. ليه؟ لان ده كان افضل قرايات في التيست اللي عملناه للكامبين. اكتر كونتنت شادد الناس ومخليها بتاخد اكشنز محترمه على الويب سايت عندي. فاستخدمت نفس الفيديو بزوايا مختلفه، نفس اليو جي سي بس زوايا تصوير مختلفه، وابتديت السعر علشان اقلل هالك الناس تسال على السعر. فكده انا بفلتر العملاء اللي بتجيلي. العميل بدل ما يخش يستني على السعر يبتدي ياخد بعد كده، لا انا حطيت له السعر، فانا ضمنت ان اللي هيدخل معايا، اللي هيدخل ده اوريدي شايف السعر وبدا يدخل معايا، خلاص هو جاهز للشراء، هشتغل عليه. طيب كده يبقى احنا اتكلمنا عن التست واتكلمنا على الفانل بتاعنا. ترجعي بقى للناس اللي شغاله في الميديا باينج، وهي احنا ليه باستراكشر اعلانات بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ يعني ليه بشتغل على اكتر من كي بي اي بارل؟ اي بلاتفورم انت بتشتغل عليها دي هدفها ان هي تبيع لك العميل، او انت بتدفع لها فلوس علشان تبيع لك الداتا بتاعت العملاء بتاعتها. فلو جيت عملت اعلان مثلا سيلز على القاهره وطلع لك الاودينس بتاعك مليون، لو رحت غيرت الكي بي اي من سيلز لفيوز مثلا، هتلاقي المليون دول بقوا 3 مليون اللي هو البوتنشال اودينس بتاعك. طب لو غيرت الكي بي اي لانجيجمنت هتلاقيه مثلا 2 مليون. فالبلاتفورمز بتعمل ايه؟ كل الحركات او كل الداتا اللي هي بتخزنها من المستخدمين، سواء وقفوا على بوست، عملوا شير، عملوا لايك، هي بتبيع لك ده قصاد فلوس الاعلان اللي انت بتشتريه. فبتقول لك ايه؟ مهما عملت، لو انت حاطط استهداف تفصيلي بتاعك وشغال عليه، الاستهداف التفصيلي ده مهما كان الهدف اللي هتختاره مش هتوصل غير ل 10% من العدد ده. فاحنا بنحل المشكله دي ازاي او بنتحايل عليها ازاي؟ ان انا نفس التارجت دوت بقسمه على الكي بي ايز بتاعت البلاتفورم كلها.
علشان اروح للي بيعملوا لايك بس او اللي بيدفع له بس فيظهر لهم المنتج بتاعي، اروح للي بيشتروا في الاودينس بتاعي دول، اروح للي بيتفرجوا ويشيروا الفيديوز بتاعتي او بيعملوا سيف للفيديو او بياخدوا اي اكشن. لما بشتغلها على الكي بي ايز اللي انا عايزها، كده انا بكولكت الداتا دي بكوست اقل. لو كنت هصرف مثلا 10000 جنيه على المبيعات وهوصل ل 100000 واحد، لا انا هاخد ال 10000 هقسمهم على الاستراكشر ده، هوصل بيهم ل 500 600 الف واحد. داتا اقدر ان انا انتجريشن معاها واشتغل عليها واطلع منها مبيعات بكوست قليله. الميتنج فاضل فيه دقيقه، فهخلي الشباب يبعتوا لكم لينك تاني. هنتكلم على جزئيه اخيره، نفتح كده كام كيس ستادي نتكلم فيهم، وبعد كده اللي عنده اي اسئله هنبدا نرايز هاند وهرد على الاسئله اللي انتم محتاجينها.